السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي، فيديو جديد. بناء على طلباتكم أنا كنت عملت لكم فيديو للوردة على الشنطة، وانتوا طلبتوا أعمل لكم الشنطة نفسها، فبناء على طلباتكم هنعمل الشنطة النهاردة بإذن الله. النهاردة أنا معايا خيط بحب أشتغل بيه الشنط قوي، خيط مريح جدا وفي نفس الوقت سمكه حلو، مش بيمط معاكي، يعني خيط حلو قوي اللي هو خيط زين. انصحك لو هتشتغلي شنطه ايا كانت غرزتها اشتغلي بالخيط ده، حلو جدا وفي منه الوان كتيره طبعا حلوه قوي. هنبتدي بسم الله. هنعمل غرزه البدايه عقده عاديه خالص، وبنبتدي نعمل عدد من السلاسل دي هي بتبقى عرض الشنطه، يعني القاعده بنبتدي بالقاعده. شوفي انت عايزه القاعده قد ايه وابتدي اعملي سلاسل مقاس القاعده. هنا انا عملت عدد اهو من السلاسل، وانا اعتبر ان دوت عرض القاعده اللي انا عايزاه للشنطه. الدور اللي بعد كده انا بقلب الشغل كده سلسله واشتغل من الظهر. شايفه فيه غرز نايمه اهي، دي اللي بدخل تحت منها كده واسحب الخيط واعمل حشو. هاجي للي بعدها اهي، بدخل تحت الغرزه اللي نايمه بالعرض دي واعمل حشو، وهمشي كل الغرز بالشكل دوت علشان الشغل معايا يطلع مظبوط. انا بعمل الحركه دي ليه؟ علشان السلاسل لو هشتغلها عادي هتوسع معايا، فهي كده بتدي الشكل مظبوط. هبتدي امشي الدور كله من تحت كده الغرز اللي نايمه دي واعمل غرز حشو اهو بالشكل ده، واعمل غرز حشو. هنا انا خلاص خلصت الدور. برتفع سلسله وببتدي ادور الشغل وهشتغل عادي بقى، يعني هدخل في الغرز او تحت حرف الفي، اول غرزه تقابلني هنا بدخل تحتها واشتغل بقى الغرز بتاعتي عادي خالص، غرز حشو. ببتدي اشتغل غرز عاديه فوق كل غرزه غرزه حشو، وهشتغل كده لاخر السطر اهو بالشكل ده. هنا انا خلصت الدور اهو، برتفع برضو غرزة ارتفاع، وبفضل رايح جاي اشتغل غرز حشو لحد ما اوصل لطول القاعدة اللي انا عايزاه. هشتغل عدد من السطور ونرجع نشوف هنكمل ازاي. هنا خلاص يا حبايبي انا خلصت كده القاعدة بتاعتي، عملت عدد من الادوار لحد ما وصلت للحجم يعني اللي انا عايزاه للقاعدة. الخطوة اللي بعد كده انا بقى مش هرتفع وهرجع تاني، لا انا هشتغل حوالين القاعدة دي داير كده غرز حشو، عشان دي اللي هأسس منها للغرزة اللي بعد كده. فهاجي مش هطلع بقى ادوار تانية، لا هاجي في الجنب كده وهبتدي اعمل غرز حشو فوق كل غرزة تقابلني كده، اعمل غرز حشو اهو بالشكل ده كده، ونعمل غرز حشو فوق كل غرزة. اهو حبايبي هاجي بقى هنا في الزاوية دي وهعمل اتنين مع بعض عشان اوصل للسطر التاني، عشان ما تقوسش معايا. هاجي في الزاوية دي وهعمل اتنين حشو، كل ما اجي في زاوية هعمل اتنين حشو، انما فوق كل غرزة بعمل غرزة حشو واحدة. هكمل الشغل داير كده غرز حشو ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا انا خلصت خلاص غرز الحشو داير عندي. هبتدي بقى اشتغل ازاي الدور اللي بعد كده. هبتدي اشتغل، بصي احنا عندنا حرف الفي اهو، هشتغل على الفتلة الخلفية، هدخل تحتها وهاخد حشو اهي بحرف الفي اهو اتنين، الغرزة اللي ورا دي هي اللي بدخل تحتها بس اهي بالشكل ده اهو بالشكل ده حبايبي كده. ليه انا بعمل الحركة دي؟ ليه انا بشتغل الدور ده كده؟ بصي اي شنطة او اي شغل عايزاه يقف معاكي كده بنشتغل بالطريقة دي. بصي ابتدى الشغل يقف معايا اهي كده، ما بقاش ضايق، يعني الشغل ما بقاش مفرود، لا ابتدى يقف معايا عشان اطلع بجسم الشنطة. فاهماني ازاي؟
هنبتدي بقى اعمل فوق كل غرزة كده غرزة في الحلقة الخلفية بس حشو اهو، وهشتغل الدور كله بالشكل ده عشان زي ما قلتلك يبتدي الشغل يقف معايا والشنطة تبتدي تطلع معايا لفوق. نفس الحكايه لو هتعملي لوك للاطفال او كده بنفس الطريقه دي، لما تبتدي تطلعي دور واقف كده بتشتغلي غرز حشو في الحلقه الخلفيه بس. الشغل معاكي شكله هيتغير خالص، هيبتدي يشتغل في اتجاه تاني لفوق بقى كده. يا رب تكون بس قدرت اوصل لك الفكره. هبتدي اشتغل عشان ما اطولش عليك الفيديو، وهنرجع بقى نشوف الغرزه اللي هنطلع بيها هتبقى شكلها ازاي. هنا خلاص انا وصلت لاخر غرزة، وبقفل في اول غرزة عملتها بمنزلقة اهو. بصي بقت عندي بالشكل ده تمام. هنبتدي نعمل بقى السطر الجديد بتاعنا، بنعمل 3 ارتفاع وبنعتبرها غرزة معانا. في نفس الغرزة بنعمل عمود، يبقى احنا عملنا 2 عمود. باخد لفة على الإبرة، بسيب غرزة وبنزل في اللي بعدها وبعمل 2 عمود في نفس المكان. اخد لفة على الإبرة واسيب غرزة وانزل في اللي بعدها واعمل 2 عمود، وهكذا همشي الدور كله بالشكل ده. اسيب غرزة والغرزة اللي بعدها اعمل 2 عمود في نفس المكان. اهو بالشكل ده معايا. هكمل الشغل على طول. هنا حبايبي خلاص انا خلصت الدور الاول وهبتدي اقفله. هاجي هنا وهعمل منزلقة اهو. في اول فراغ عملته هعمل فيه منزلقة. هنمشي برضو منزلقة عشان انا عايزة اوصل للفراغ اللي ما بين العمودين دول. في عمودين هنا وعمودين هنا وفراغ في النص، هشتغل انا في الفراغ اللي في النص. فعشان اوصل له هبتدي اعمل منزلقة بالشكل ده لحد ما اوصل للفراغ ده اهو. هعمل منزلقة وهبتدي اطلع 3 ارتفاع اهو. في نفس الفراغ هعمل عمود تاني اهو بالشكل ده. هسيب العمودين دول اللي انا عملتهم في السطر الاول وهروح للفراغ ده وهعمل 2 عمود على طول. العمود الاول والعمود التاني اهو بالشكل ده. هسيب العمودين دول واروح للفراغ وهعمل 2 عمود. هاخد لفة على الإبرة واسيب المجموعة دي ال2 عمود وهروح للفراغ واعمل 2 عمود، وهبتدي امشي شغلي كله بالشكل ده. فاعمل 2 عمود في الفراغات واقفل السطر وابتدي اطلع برضو نفس الادوار بنفس الشكل ده لحد ما اوصل للطول الشنطة اللي انا عايزاه. هخلص وهنرجع مع بعض هنشوف وصلنا لفين وهنعمل ايه بعد كده. وهنا حبايبي بعد ما اشتغلت لك اهو كام سطر عشان تشوفي شكل الشنطه، انت بقى بتطولي الطول اللي انت عايزاه والقاعده بتعمليها العرض اللي انت عايزاها. بعد كده الورود بقى عشان ما اطولش عليك الفيديو انا هسيب لك الورده في صندوق الوصف تحت الفيديو، انت هتشوفيها وتعملي ورود وتوزعيها زي ما انت عايزه، بتشبكيها عادي بالخيط والابره تمام. بس هي دي فكره الشنطه اللي انت كنت عايزاها. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب اشوف النماذج بتاعتكم على الجروب، وإن شاء الله مع بعض في فيديو جديد بإذن الله.